صباح الخير حبايبي، ازيكم؟ وحشتوني جدا جدا جدا، وانا متشكره جدا لكل الناس اللي دعموني بالاشتراك في القناه، واسعدني جدا جدا كل تعليق تم تعليقه على اي فيديو من فيديوهاتي، واتمنى تدعموني بلايك للفيديو ان شاء الله لو عجبكم، لان اللايك هو اللي بيساعد ان الفيديو يتشاف على مستوى واسع ومن الانتشار يعني. وموضوعنا النهارده اعتقد هو اللي شاغل ناس كتير بيتكلموا فيه حاليا في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وهو التحرش. بصوا، انا مش داعية اسلامية، بس بالفطرة اللي اعرفه ان مفيش حاجة ربنا فرضها علينا الا لصالحنا، مش غلاسه يعني، استغفر الله العظيم يا رب جل وعلا. هو ما فرضش علينا حاجه الا لانه سبحانه وتعالى اجل واعلى واعلم بنفوس البشر والمواقف اللي بيتحط فيها الناس. الحجاب ما تحطش الا علشان يصونك، ومش في الاسلام بس، يعني احنا لو هنبص في كل الديانات هنلاقي ان اللبس الكامل الستر موجود في كل الديانات. حسب ما انا ثقافتي البسيطه انا شفت، يعني حتى ستنا مريم العذراء في الصور اللي هي موجوده وهم عاملينها للسيده مريم العذراء حاطينها وهي لابسه حجاب. فانا بتكلم بشكل عام، بلاش كلمة حجاب، يعني أنا مش هستخدم كلمة حجاب، أنا هتكلم بشكل عام عن اللبس الساتر للجسم. أدام ربنا حطه وفرضه علينا، يبقى هو عارف نفوس البشر اللي حوالينا بيستقبلوا ده إزاي وإيه أهمية ده. دي نقطة. أنا عارفة إن في ناس كتير هترد عليا وتقولي دي حرية شخصية، ومش من حق حد يقول لي تلبسي ايه وما تلبسيش ايه. انا عايزه اقول لك على حاجه، انت وانت لابسه ونازله ايا كان مرحله عمرك، وانت ماشيه في الشارع، انت فاهمه يعني ايه انت ماشيه في الشارع؟ مين في الشارع حواليكي في كل مكان مهما كانت المنطقه اللي انت ساكنه فيها راقيه. واعتقد الموضوع اللي احنا سامعينه اليومين دول عن ولد كان في الجامعه الامريكيه، يعني مستوى عالي وباباه اخد بوزيشن كويس جدا في شغله، يعني الموضوع ملوش علاقه بالطبقه ولا في المنطقه اللي ممكن يتم فيها التحرش، لكن الشارع مليان بشرائح نفسيه غير معقول انه يتخيلها عقلك على الاطلاق. مفيش حد درس سيكولوجي علم نفس الا وكلنا كده عارفين قاعده عريضه ان كلنا مرضى نفسيين، لكن في كيرف كده لاي مرض نفسي لما يوصل لمرحله معينه هنا بنقول لازم يتعالج، لكن مفيش حد فينا ما عندوش عقد وما عندوش مشاكل نفسيه وما عندوش مفاهيم مختلفه وعقد بتأثر على سلوكنا. دي حاجة. الحاجة الأنيل بقى إن أنت ممكن تبقي ماشية في الشارع وتلاقي واحد سكران مهما كانت الساعة، إن شاء الله نكون الساعة 10 الصبح، أو آخد نوع من أنواع المخدرات، أو إن هو مش في وعيه لأي سبب. يبقى أنا وأنا ماشية في الشارع أنا معرفش أنا ماشية وسط مين. يعني المفروض ان احنا مجتمع اسلامي، لكن هل كل واحد مكتوب فيه بطاقته انه مسلم هو بينتهج سلوك المسلم؟ لا. انت ماشيه، ممكن في ناس ملحده اصلا مثلا ما عندهاش ايمان بالله اصلا، استغفر الله العظيم يا رب، يبقى انت ماشيه وسط ناس ممكن تكون متعلمه، وفي ناس متعلمه وفجره، وفي ناس جهله ومحترمه، ملوش علاقه. طب انا نازله بلبس اللي انا شايفه نفسي فيه، انا عاجبني شكلي قوي وانا معتبره دي حريه شخصيه وماشيه وسط دول، متوقعه رد الفعل ايه؟ انت بتحطي نفسك في خطر. يبقى انا الموضوع اني انا قبل ما انزل من البيت ابص لنفسي من عين الحمايه، انا احمي نفسي حبيبتي، بعيد عن ان ديني ايه او الوسط الاجتماعي بتاعي ايه.
انا ابص لنفسي واتخيل كده كل اللي انا قلته ده انا بنزل وسطه، هخاف على نفسي، ولازم افكر ازاي احمي نفسي من اللي حواليا دول. اول حاجه بتلفت نظر اي بني ادم هو عينه اللي هتقع عليا دي اخزقها له. لازم احاول ما بقاش ملفته خالص. هتقولي لي بقى ده انا بنوته وعايزه البس وعرسان والكلام ده، لا 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 لا، ما فيش عموما واحد يعني بيفكر في واحده ان هو يتجوزها الا وهيبص برضو اللبس هي لابساه محافظه بيه على نفسها، لان اللي محافظه على نفسها في لبسها اولى الناس ان هي هتحافظ عليه. انتوا فاهمين قصدي؟ دي حاجه. المصيبه والكارثه ان مستوى الاخلاقي انعدم وبقى ضعيف جدا. مش هقولك بقى في الشارع، حتى جوه البيوت الشباب. على فكره التحرش كمان يعني مش من ناحيه ان الشباب بيتحرشوا بالبنات وبس، ده في بنات وستات بيتحرشوا هما بالرجاله. بقى في حاجه لعنه كده مش طبيعيه. الناس اصبحت بلا هويه، ما عندهاش قدوه تقتدي بيها. للاسف مفيش قيم او عادات اصبحت بتحكمنا. بيستشهدوا بيقولوا ايه؟ طب في الستينات والخمسينات والسبعينات ايام موضة الميكروجيب واللبس اللي فوق الركبة ما كانش فيه تحرش وكان الناس مؤدبة جدا. مين قالك؟ ايش عرفنا احنا؟ ايش عرفنا كان بيحصل ايه؟ وبعدين هو التحرش لازم يحصل باللمس؟ ما ممكن التحرش يكون بالعين. مين قالك ان دول ما تعرضوش؟ واللي كانوا بيلبسوا كده في الوقت ده دول ولاد طبقة معينة، ولاد طبقة يتخاف من اهلهم، فممكن ما يحصلش ايه تحرش مباشر، ولو حصل هتلاقي الاهل نفسهم خايفين من الفضيحه ان هي تتقال انه تم تحرش ببنتهم. لكن ايه اللي مخلي دلوقتي الموضوع معروف؟ ان وسائل التواصل الاجتماعي بقت على اعلى مستوى، واي خبر صغير ولا فضيحه صغيره او واقعه صغيره بتلاقيها انتشرت. فمحدش يجي يقول لي زمان كانت الاخلاق غير، انت ما تعرفش، لاني ما حدش قال. اللي اتعمل فيه واللي عمل مش هيقوله، هنعرف منين؟ فما حدش يقيس ده. المصيبه والكارثه ان الشباب اصبحوا بيعانوا من الفراغ، عقليتهم وانفسهم سواء بنات ولا اولاد زي الخرابه. يعني انا افتكر واحنا زمان صغيرين كان دايما لينا حد بنقرا له، حد متابعين البرنامج بتاعه، في حاجه كده جوانا، قائد جوه دماغنا بيحرك تفكيرنا وقيمنا. مين دلوقتي متابع ايه؟ انتوا فاهمين انا قصدي؟ انسان اصبح خاوي، ما تمش حتى اشوفه بسبب الحياه وزحمتها والضغوط والمشاكل واساليب الجواز اللي هي مش مبنيه على نطاق قوي لتقوية هذه العلاقة المقدسة. ما بقاش حتى العيال بيتربوا صح زي ما احنا كنا مثلا بنتربوا زمان. يعني ممكن تلاقي الاهل كانوا بيقعدوا معانا برضو بيكلمونا شوية، كان في صحبة صالحة، كان في حاجات حلوة بتحصل. دلوقتي انت بتتعامل مع انسان جسمه اللي كبر فقط، النضج اللي حصل له بشكل خاطئ وناقص ومشوه وملوث نتيجة مشاكل كتير جدا وضغوط كتير جدا موجودة داخل المجتمع. واي مجتمع، مش في مصر بس، محدش يقول لي مصر بس، في اي مجتمع. طيب يبقى انت لما تيجي تتعامل بقى، انتوا عارفين الآية الكريمة بتقول ايه؟ اذا فرغت فانصب. شايفين الفه دي للسرعة، يعني اول ما تخلص حاجة انصب، قوم اعمل حاجة تانية. الفراغ اكبر عدو للبني ادم والله في كل مراحل العمر، اللي تخليه يعمل مصايب في الدنيا. يبقى انا لما اجي قبل ما انا ما بحطش مبرر لحد عشان كلامي يبقى واضح، انا ما بحطش مبرر لحد، بس انا قبل ما احاسب سواء البنت او الولد، الراجل او الست اللي بتقوم بهذا الفعل الفاحش المقرف المقزز، لازم ابص بعين دارسه
محلله عشان اعرف احل لازم احل. لما عيل جوه بيته يشوف ابوه بيتحرش بجارته، ولا الام معرفش بتعمل ايه، ولا تيجي بقى حكم عليه هو تقول له ايه؟ البيئه اللي بيبقى طالع منها غالبا بتبقى هشه. وانا مش بتهم حد، بس على الاقل الولد ما ترباش وتحط جواه. انا دايما اشوفه عندي منطق في حياتي، ما حدش رقيب حد الا نفسه. والله لو حطيت ست في سجن، السجن عليه سجان، لو عايز تعمل غلط هتعمل. وكذلك اي بني ادم. مفيش عفوا كنت بكح معلش شرقت. مفيش حاجه اسمها اصبح قيود مباشره على اي بني ادم الا نفسه. مين بقى بيربي الضمير اللي جوه الشباب دول، سواء بنات ولا اولاد؟ مين اللي بيقودهم قياده محترمه تنير اذهانهم؟ فين القدوه في الموضوع؟ مفيش. طول النهار بيتفرجوا على ايه؟ بيشوفوا ايه؟ هتقولوا لي محمد رمضان بوظ الدنيا والسبكي بوظ الدنيا. معلش، طب ما زمان كان في فريد شوقي بيطلع حرامي وبيكسب، ومحمود المليجي برضو. ما حدش يقول لي زمان ودلوقتي والسينما مقصره، لان زمان كان في نماذج ودلوقتي في نماذج، والنماذج دي متاخده من الواقع. لكن لما انا يجي انا وانا ابني بيتفرج على حاجه ولا بنتي، وابتدي اعمل سبوت كده تحليل للموقف اللي هو بيتفرج عليه، اربيه في كل وقت اقدر ان انا اربيه فيه. التربيه مش عصايه تترفع ولا شبشب يتضرب ولا سوري يعني، ده كلام فارغ. التربيه انك تعلم وتعلم صح وفي الوقت الصح. تدي البني ادم ده اللي هو عنده هذا النوع من الكبت النفسي، متعقد مش عارف يتجوز، وبقت نيله موضوع مش عارف يتجوز بقى، والعيال يروحوا يتجوزوا في ايجار حديث. انا بعتبر الايجار الحديث ده كاني انا اعطيت بنتي كده تتجوز في الشارع. الحيطان عندي لو اوضه واحده بس، الحيطان ساتره بنتي بالدنيا كلها. مش يا فرحتي تروح تجيب لي شقه وتدفع ايجارها السنه دي، وبعد كده الاقي بنتي ولو خلفت وجوزها في الشارع، او ابني الاقيه مرمي في الشارع. البطاله اللي مخليه الولاد، على فكره بقى ما حدش يقول لي ما فيش شغل، لا في شغل، بس المصيبه في الرواتب. انا بسمع رواتب غريبه. يعني لسه من فتره كده واحده عايزه تنزل تشتغل في حضانه، بتقول لها 4 ساعات ب 300 جنيه في الشهر. ايه انتوا ازاي؟ اللي هم هنقول مش هتركب مواصلات، الحضانه جنب بيتها، طب مش هتشرب عصير، مش هتاكل ساندوتش، مش هتعمل اي حاجه. ايه 10 جنيه؟ يعني مين يجي له نفس هينزل يشتغل بده؟ لكن في نفس الوقت في فرص حلوه جدا. يعني اللي هو بتاع اطلب ده، الولاد بيكسبوا في اليوم ممكن يقفلوا 3 4000 في الشهر. ما تنزلوا تشتغلوا. البطاله احنا عندنا عاملينها بايدينا. العيال بيستخسروا. في ناس بيمصوا دم البني ادم ويشغلوه وما مش بيدوك، وفي ناس لا بيدوك مرتب معقول. يا ابني مش احسن من قعدتك؟ مش احسن يا بنتي من قعدتك؟ اشتغلوا، ولما بتخبط على باب بيتفتح لك من الباب. المهم انا مش عايزه اتفرع وادخل في نقط كتير من الحوارات، لكن اللي انا عايزه بس اوصل له في الاول وفي الاخر، انا عايزه اسالك، انت الانسان اللي بتعمل كده بتستفيد ايه؟ بتحس بايه يعني؟ بتحس بايه؟ انت كده شاطر؟ اي واحد بيعمل مصيبه في واحده انت كده شاطر؟ انت كده واد بقى ما فيش زيك؟ حبيبي، عامل تعمل ودين تدان، وهيتعمل فيك. هتقابل ربنا ازاي؟ انا عايزاك بس تسال نفسك السؤال ده. قادر تقابل ربنا بايه؟ اعمله في اي حاجه في الدنيا اللي خلقها. قادر تعامل ربنا ازاي؟ عامله. والله صحيفتك انت اللي هتعملها، حتى لو بتتحرش بواحده لفظيا، وكل قول عليه رقيب عتيد. كل كلمه انت بتقولها هتتكتب عليك يوم القيامه. احنا هنقابل ربنا ازاي؟ عرايا. هل حد فينا هيبص على عورة التاني؟ لا. ليه؟ لانه ملهي في اللي جاي بقى في كتابه، هياخده بيمينه ولا بيساره، وكتابه ومصيره رايح الجنة ولا النار. محدش هيبص على عورة حد. يبقى الموضوع في ايه؟
ان انا يكون في حاجه شغله ذهني الدماغ دي. يبقى احنا لازم نعالج الموضوع بتاع التحرش بشكل اكثر عمقا من مجرد القاء الاتهامات. الطرفين في رايي مظلومين، المتحرش بيه والمتحرش. وبرضه انا والله العظيم ما بحط مبرر لحد، انا ما بحطش مبرر لحد، لكن لازم نبص بعين واعيه. قبل يا بنتي ما تنزلي الشارع اعرفي انك نازله وسط ناس، منهم ناس ما تعرفش ربنا اصلا، وناس مش في وعيهم، وناس مش متعلمه اساسا، وناس عايشه ده في بيوتهم عادي. قبل ما تنزلي استري نفسك بحيث ما تلفتيش النظر. هتقولي ما في محجبات ومنتقبات بيتم التحرش بيهم، بس بنقلل، بناخد بالاسباب، بنحاول. ده اسمه شارع، انت مش جوه البيت. اقول لكم على تجربه بقى عملتها عالمه. جت قالت انا هتجرد من ملابسي وهقف في الشارع، وعرفت كل اللي موجودين في الشارع ان هما اي حاجه هتتعمل فيها هي مفيش اي مساءله قانونيه عليها. فاول ما وقفت في الشارع كده فالناس مش مصدقه الاول، وبعدين بقوا يقربوا منها بالراحه، وبعدين بقوا يحتكوا بيها احتكاك مباشر، وبعدين بقوا يمدوا ايدهم عليها بطريقه معينه، وهم لما مش لاقيين اي رد فعل. شوفوا كميه الاجرام اللي تعرضت لها الست دي. هي كانت بتعمل تجربه، بتشوف السلوك الانساني في حد ذاته. لو انا شلت الرادع من عليه هيعمل ايه؟ فجروا، اتبهدلت. يبقى احنا لازم نحط عقاب رادع لاي حد بتسول له نفسه ان يقوم بالتحرش. انا ما اعرفش يعني انا ما اعرفش، لان انا مش دارسه حقوق. انا ما اعرفش في القضاء ولا ما اعرفش خالص، وما اعرفش هو محطوط لهم ايه نوع العقاب، انا ما اعرفش. بس اتمنى ان يتحط لهم اشد نوع عقاب لسبب واحد بس. انت لما هتعاقب واحد هتلم 10. وانا واثقه ان القضاء بتاعنا بعين ثاقبه هو بيقوم بالدور ده. انا شخصيا ما اعرفش في القانون اي حاجه. يبقى اخر كلمه، احمي نفسك يا بنتي بايدك. احنا نازلين في الشارع ما تعرفيش انتي بتحتكي بمين. واتمنى ان الفيديو يكون قدم لكم جزء من رؤية الموضوع من زاوية مختلفة. واتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وتشاركوه مع اصدقائكم. الله يسعدكم ويحفظكم ويحفظ بناتنا وولادنا ويكفينا شر كل الناس اللي من النوع ده. السلام عليكم.